السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى ايه؟ البسكوت العيد. انا معايا كده 3 كيلو دقيق، ومعايا كمان يا حبايب قلبي كيلو ربع سمنة وكيلو ربع سكر مطحون. السكر ممكن يكون ايه، كيلو وكوباية، او لو انتي مش حابة يكون مسكر هاتي كيلو واحد وطحنيه في قلب الكبة. وكده دلوقتي انا معايا السمنة الاول يا حبايبي، وبفركها كده بايديا علشان عاوزاها زي الكريمي. هلفها كده كويس بايديا، واما تكون عملت زي الكريمي كده انا هحط عليها السكر. فانا بعملها ازاي؟ بدوبها في قلب الطبق من تحت، وبدعكها جامد كده في قلب الطبق علشان إيه لو فيها اي كتل. شفتوا انا بعمل الكتل بايديا ازاي؟ شوفوا حبايب قلبي، حبايب قلبي اللي ما اشتركش في قناتي ممكن يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، فضلا ليس امرا. انا دلوقتي عملت السمنه بقت معايا كريمه، بفضي بقى السكر بتاعنا كله على السمنه وهندوبها، وهندوبها كويس جدا جدا عما ايه السمنه تتشرب السكر كله. شوفوا انا بدوبها ازاي. وغير ما كده يا حبايب قلبي البسكوت ما بتعجنش، انت بتلفها بايدك كده كويس في قلب الطبق عما ايه السمنة تشرب كل السكر وكده، يكونوا هما الاتنين متضاعفين مع بعض. وغير ما كده انا معايا كمان 15 بيضة. انا هنزل بالبيض بيضة بيضة، لازم ننزل ببيضة بيضة عشان الكمية تتضاعف معانا. وكمان ما ينفعش ان احنا ننزل البيض كله مرة واحدة. شفتوا انا بفرك البيضة في قلب المكونات بتاعتنا ازاي؟ اما دوب البيضة كلها بتروح في قلب المكونات بتاعتنا. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو بتاع البسكوت ده وانزله، وهقول لكم كمان على حاجة. شوشو ام مهاب القناة دي اتسرقت، وهي عملت واحدة تانية اسمها عالم شوشو اولادها، ممكن تشتركوا لها وتفعلوا لها الجرس يا حبايبي. انا دلوقتي بنزل بالبيض بيضة بيضة عما اخلص كل كمية البيض بتاعنا ده. كل اهم حاجة ان انتي تنزلي بيضة بيضة وتلفي البسكوت بتاعنا كده بالراحة، وعما كمان يتضاعف معانا يا حبايب قلب. وغير ما كده احنا اول ما نخلص بس البيض هنحط على طول الفانيليا علشان الزفرة وكده. لازم بعد ما تحط البيض على طول تحط فانيليا. يعني دلوقتي حطيت باكون فانيليا، وحطيت ازازة ريحة البرتقال، وهندوبهم كده جدا جدا حلو. وبعدين معايا كيس فروتي وريحة البرتقال، لو انت حابة تحط 2 عادي، بس انا حاطة ازازة واحدة على 3 كيلو دقيق. هندوبهم وهنجيب كمان معلقة الا ربع بودر ونقلبهم كلهم كويس. وما جبت كمان الدقيق بتاعنا ونفركه بايدينا كده. البسكوت ما بتعجنش، لازم نفرك كده عما نضيع كل الدقيق ده في قلب السكر والسمنة والمكونات اللي احنا حطيناها. بس اهم حاجة لسه خطوة واحدة بتاعة النشادر. انتي هتجيبي كوباية مية سخنة، وبعدين هتحط عليها النشادر وتقلبها وتحطها على الدقيق بتاعنا. ولو انت حابة تحطي لبن ماشي، او لو الفروت اللي انت حطيتيه ممكن تدوبيه بمية وتحطيه فيها عادي ماشي معاكي، كل الحالات اللي انت حابة تعمليها. بس انا جبت كوباية مية دافية وكده، حطيتها فيها وقلبتها كويس فيها، وبعدين حطيتها على قلب العجينة، وب... وبدوب النشادر في قلب العجينة كويس جدا جدا عما العجينة تتماسك بقى مع نفسها. وانا دلوقتي المكنة معايا وبعمل البسكوت قطع قطع.
كده في الصينية. شفت الحجم اللي انت عاوزاه. انا في الاول جبت الصينية مسحتها كويس جدا جدا، ومسحت اول صينية بس مسحتها ايه زيت من تحت. وبعد كده بتشتغل عادي، يكون بقى الصينية حمت معاكي وبتشتغل. ودلوقتي انا الفرن مشغلاه على نار هادية من فوق ومن تحت، عشان ايه الصينية اللي انا اعملها ادخلها في الفرن على طول. والبسكوتة انا موحداها، مش عاملاها كبيرة ولا واحدة صغيرة ولا واحدة كده يعني، كلها ايه مساوية بعض. انا هخلص الصينية ديت تقطيع البسكوت، وهحطها بقى في الفرن وهوريها لكم يا حبايب قلبي. تمام كده. حبايب قلبي اللي مشرفيني من جوا مصر ومن برا مصر، منحرمش من تعليقاتكم الجميلة اللي مشرفاني دايما. دلوقتي انا حطيت الصينية الاولى دي كده، اول ما حطيتها وبعد ما البسكوتة اتشمعت كده وبقت فرشت ما حلوة كده في قلب الفرن، وانا مهدية عليها النار. بس احنا كل شوية ندورها وكده. انا لما بدورها يعني بيبقى فيه جنب اتحمر وجنب التاني بيبقى لسه، لازم ندورها كل شوية. انا ما بحبش البسكوتة تكون غامقة، انا بحبها تكون فاتحة. شفتوا ما شاء الله. دي كده البسكوت بتاعنا، ودي كمان بعد ما اتحمرت وبقت جميلة. شفتوا انا الصينيه اللي انا بعملها بطلعها واحطها على طول الطبق بتاعنا. انا معايا طبق وجبت فيه كيس كده من بتاع البسكوت وبرص فيه على طول. انا بحب البسكوته باللون ده، ما بحبش البسكوته تكون غامقه. شفت يا حبايب قلبي كده، دي كل كميه ال3 كيلو حطيتهم في قلب الطبق بتاعنا. والطبق جبت الكيس وحطيت فيه الكيس وبرصيت البسكوت. وبعد ما نخلص بقى هنربط الكيس وهنغطي الكيس بس يهدى الاول. ده كده البسكوت بتاعنا. مع السلامة.